السلام عليكم. من النهارده مفيش حيرة في سندوتشات المدرسة ولا حتى في الفطار. وفري وقتك ومجهودك واعملي سندوتشات المدرسة او الفطار المحشية دفعة واحدة وبتكون جاهزة على الاكل على طول. وداعا لحيرة الامهات كل يوم لتحضير اللانش بوكس وسندوتشات المدرسة. افضل بديل لسندوتشات المدرسة والحل السحري للسندوتشات سندوتشات المدرسة بعجينة هشة وطرية. فيلا بينا نسمي الله ونبتدي. اول حاجه انا عامله النهارده كميه صغيره، فهحتاج نص كوبايه من الميه الدافيه، هزود عليها معلقه من السكر وقطعه خميره من هي البيره، وعادل وزنها 20 جرام من الخميره البيره. ممكن تحطي معلقه واحده من الخميره الفوريه لو متوفر عندك. بعدين هقلبهم كويس لحد الخميره ما تدوب وهركنهم على جنب. هجيب بقى كوبايتين من الدقيق الخاص بالمخبوزات او دقيق البيتزا، وهضيف عليه معلقه صغيره من الملح ومعلقه صغيره من البيكنج باودر. بعدين هنميكس بقى كل الحاجات دي مع بعضها. ننزل بالخميره اللي احنا عملناها بالسكر والميه الدافيه. بصوا، هي الوصفه الاصليه بتقول ان انت بتستخدمي نص كوبايه من الميه على كوبايتين الدقيق، بس انت تخلي جنبك نص كوبايه ميه لان الدقيق بيختلف. فلو احتجتي ميه هتزودي مثلا معلقتين 3 زي ما انا ما زودت كده، معلقتين 3 من بتوع الاكل. ان انت تعجني بالطريقه اذا كان على ايدك او على عجان. هتستمر في العجن لمده 10 دقايق. المخبوزات دي من الحاجات اللي بتحب تاخد راحتها في العجن كويس جدا، واول ما تبدا ان هي تتماسك وتبقى عجينه وتحس ان هي بتلزق كده، هتنزلي عليها بربع كوبايه من الزيت. وبعدين هتستمري في العجن. اجمالي مده العجن كلها هي 10 دقايق. تستمري في العجن لحد ما تيجي تشديها كده تبقى كلها طالعه عرق واحد كده، ما تقطعش منك. هدهن بقى الطبق نقطه زيت وبعدين احطها على وشها وبعدين اقلبها وهسيبها تخمر. حطيها في مكان دافي، ولو انت في الشتاء تقدروا تحطيها في الفرن. هنسيبها تخمر بقى ونيجي نعمل الحشو. انا مختاره لكم اكتر حشوه اقتصاديه في العالم. هنحتاج 250 جرام من الجبنه الفيتا، عليهم نص حزمة من الكزبرة ونص حزمة من الشبت. تقدروا تضيفي دقة زعتر، تقدروا تضيفي زيتون اللي انت حباه، بس دي الأساسية وطعمها حلو جدا. هضيف بس معاها ربع معلقة صغيرة من الملح علشان دي مخبوزات ملح. وهرجع ميكس لحد ما كل المكونات دي تختلط مع بعضها وتبقى كلها عجينة واحدة. تقدروا تحطي جبنة تلاجة وساعتها مش هنحط ملح. تقدروا تحطي اي نوع جبنة انتي بتفضليه، بس دي او ممكن كمان تقدري تعملي اي حشوة، بس دي اكتر حشوة اقتصادية وسهلة جدا جدا ومناسبة مع جو المدارس. انا خدت مني تخمير ساعة. بعد مرور ساعة حجمها اتضاعف ازاي واختمرت. ما تبدأيش فيها الا لما تختمر. هبدأ بقى ان انا اشكلها. هدهن بس السطح اللي انا اشكلها عليه برشة من الدقيق وهخرج الهواء. شايفين اصلا بعد ما اختمرت بقت ناعمة وهشة ومفتحة ازاي؟ شفت التفتيحة دي؟ ان شاء الله تبقى باينة معاكم في الفيديو. هبدأ ان انا اشكلها كور قد حجم اكبر من البيضة شوية، صغيرين كده، اكبر من البيضة سيكة كده. بصي، هما كوبايتين دقيق او الربع كيلو دقيق هيعمل معاكي 10 كور او 10 فطاير من الفطاير دي. يعني كوبايتين دقيق عامله معاكي 10 سندوتشات. اظن مفيش تفصيل اكتر من كده. بعد ما هشكلها هسيبها ترتاح، وبعد مرور 10 دقايق هبدأ ان انا افردها على شكل كور. هعمل بس بوله كده جنبي فيها شويه دقيق، هبلي ايدي دقيق بس عشان ما تلزقش. وبعدين هبدأ ان انا احط الحشوه فيها. هحط الحشوه وهقفل بالطريقه دي. هتكه كويس جدا واقفلها كويس جدا علشان الحشوه ما تخرجش منها. تمام. وبعدين هركنها وهعمل معاكم واحدة تانية. المفروض ان انا بعد ما هشكلها كده هغطيها وهسيبها 10 دقايق برضو ترتاح، وهرجع اشكلها تاني. يبقى انا بين كل خطوة والتانية بسيبها 10 دقايق او 15 دقيقة ترتاح علشان تسهل عليا الفرد، وخصوصا ان الحاجات دي ما بتحتاجش خبز كتير. شايفين ان بقفلها كويس ازاي؟ اكدي عليها كده كم مره وانت بتقفليها، وحاولي ان انت لما تيجي تركنيها بقى تسويها تبقى كلها متسويه عشان تطلع معاكي خبز كده مدور، ما تبقاش شكلها كده مش لطيف. تبقى مدوره وشكلها مظبوط عشان بس نظبط شكلها. هسيبهم بقى يرتاحوا واغطيهم. وانا بسيبهم يرتاحوا علشان وشهم ما ينشفش. بصوا ده حجمها اهوت. بعد ما اتحشت احنا كده لسه ما شكلناهاش تاني. هرجع تاني اشكلها
وعلى ما ترتاح هكون مجهزة الفرن مشغلاه على درجة حرارة 240 او اعلى درجة حرارة معاكي من 220 ل 240. اجيب بس الصواني او الصاج اللي هدخلها بيه الفرن، هدينهم دهنة صغيرة جدا من الزيت. والفرن بتاعي شغال على الرف اللي تحت على درجة حرارة زي ما قلنا 220 لحد بس ما يسخن. وبعدين هرجع بقى اشكلها تاني بعد ما ارتاحت 10 دقايق. اتمنى ان تكون الفكرة واصله لكم. بصوا بقى هنا يا دوبك بس كده اخلي سمكها رفيع، لان هي لسه اصلا لما بتدخل الفرن بتزيد بقى سمكها رفيع، بس في نفس الوقت ما يبقاش رفيع قوي، حوالي تقريبا نص سنتي كده. شايفين عامله ازاي؟ خدوا بالكم كويس جدا من حجمها والسمك بتاعها، وحاولي بالراحه وانت بتفردي علشان الحشو ما تخرجش بره الخبز او الفطاير اللي معانا دي. زي ما اتفقنا على قد ما تقدري تخلي شكلها مدور، ما يبقاش شكلها مبهدل، عشان يعني ده شكلها مظبوط وكده. بعدين بقى هفردهم، هحطهم في الصينيه اللي هدخلها الفرن، وبرضه هسيبهم يرتاحوا 10 دقايق قبل ما ادخلهم الفرن، ولازم اغطيهم علشان وشهم ما ينشفش. بعد ما يرتاحوا 10 دقايق وقبل ما ادخلهم الفرن هدهن وشهم حليب. ممكن تدهني وشهم حليب وتزودي بقى حبة البركة او سمسم. انا ما زودتش لا سمسم ولا حبة البركة مع انهم كانوا موجودين عندي، بس علشان تبقى الوصفة اقتصادية جدا جدا ومناسبة لاي حد ان هو يقدر يعملها عشان المدارس والتكاليف وكده. هدخلهم بقى الفرن على الرف اللي تحت على درجة حرارة 220، هتاخد معاكي بالظبط من 15 ل 30 دقيقة، ده حسب درجة حرارة الفرن بتاعك. وبس خلصناها. شايفين سهله وبسيطه ازاي؟ وبعد ما تطلعيها من الفرن لازم وضروري جدا تغطيها علشان ما تنشفش وتبقى طريه معاكي. استودعكم الله، وان شاء الله نتقابل في فيديو جديد.